طبعا بالنسبة للطلاب المتواجدين في مدينة حلب، تواجد طبعا البارحة المسؤوليات ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي حالات استغاثة من الطلاب. تم التنسيق مع إدارة النقل البري في لجنة الإدارة المحلية والبلديات. فورا تم الاتخاذ والإجراء اللازم. تم اجتماع مع مكاتب النقل في كراج البولمن. قامت كل من شركة ميديا وشركة السلام بتقديم بولمنات، وقدمت الإدارة المدنية في الرقة مادة المحروقات للسيارات على أن يتم نقل الطلاب بشكل مجاني. وتم توجيه 3 سيارات انطلقت من مدينة حلب صباحا وباتجاه الرقة، وتم توجيه 7 بولمنات من مدينة الرقة باتجاه حلب لنقل بقية الطلاب. وكان أيضا هناك مبادرة من صناع المعروف لتأمين 16 فوكس. تم إرسال أيضا بالتنسيق مع إدارة النقل البري واتحاد السائقين. تم تجهيز الفوكسات وإرسالا منذ الساعة 8 صباحا، ونحن حاليا في الكراج البولمن بانتظار وصول أول بولمن لشركة السلام إلى الكراج.